يا جدعان في حاجة غلط بتحصل في الدوري ده، أنا مش فاهم. إحنا لحد دلوقتي الأهلي راح في المركز الثاني والزمالك في المركز الخامس. أنا عاوز أفهم إزاي الأهلي اللي مش مركز اساسا ومؤجلاته كتير وفي المركز الثاني، والزمالك اللي كل يوم في دراما شكل وبيحتفل بالمركز الخامس. مين فيهم اداؤه مخيب اكتر من مركزه اللي في المركز الثاني وهو مش مركز اساسا، واللي في المركز الخامس اللي المفروض اساسا ينافس على المركز الاول؟ بقول لك ايه، تعال نفصص الكارثه دي كده مع بعض. نبدا بالوصيف نادي القرن اللي احنا هنعتبره كده الموظف بيلعب بنفس طريقه اللي بيصحى الصبح بالعافيه عشان يروح شغله وفي الاخر يكسب 1-0 بالعافية او يتعادل تعادل ممل. رغم كل ده يبص بنظرة كده يلاقي نفسه في المركز الثاني. كأن الدوري بيقول للاهلي كده يا حبيبي نام كده وارتاح، محدش هياخد المركز الاول غيرك. ده اسمه بقى ايه يا معلم؟ لعب بأقل مجهود او بالريموت كنترول. طيب التعادلات دي راحت فين؟ طب والمستوى اللي يخوف ده متداري في المركز الثاني؟ بقول لك ايه، تعالى بقى لدرامة الابيض نادي الزمالك اللي حصر عليه في المركز الخامس. انت اساسا لو جيت سالت اي زملكاوي وقلت له رايك في المركز الخامس هيقول لك يا عم ده فل، ده احنا احسن من المركز العاشر بكتير، وكانه انجاز. يعني الزمالك بيلعب دور الفريق اللي عنده صراعات داخليه اكتر من صراعاته في الملعب. كل كام ماتش تلاقي قصه جديده، تغيير مدرب، شكوى جديده في الفيفا، شكوى من المدرب، تبديل مدرب، تبديل مش عارف ايه. والمشكله ان الزمالك بيضيع نقاط اسهل من قرن الخروف. يا جماعه الزمالك عنده فرقه قويه جدا، بس هل ده طموح بطل سابق؟ احنا بنشوف في مباراة القمة الزمالك بيعمل مجهود غير طبيعي، بس في الماتشات اللي هي العادية ما بنشوفش الكلام ده. بنشوف تخاذل غريب وعجيب من المدرب ومن اللعيبة. يا اخي كأن الوصول كده للمركز الخامس هو ده الهدف السنوي اللي احنا عاوزينه. الخلاصة بقى عشان ما اتأخرش عليكم، الاهلي بكل صراحة مستواه سيء جدا بس مركزه ممتاز، ماتش واحد يطلعوا المركز الاول. اما الزمالك مستواه كده بص تحس انه متذبذب ومركز سيء. يا ترى مين الافضل فيهم؟ ما تقول يا عم مين الافضل؟ يا ترى مين الاسوأ فيهم؟ ما تقول يا عم مين الاسوأ؟ اللي بيستغل كل مباراة، اي مباراة تقابله بيحشها بياخد النقاط بتاعتها، ولا اللي عمال يضيع وخلاص مباراه ياخدها ومباراه لا، والفرص اللي عماله تضيع ومكتفي بس بالمركز الخامس؟ بقول لك ايه، لازم تكتب لي في التعليقات دلوقتي وتقول لي الفريق الاهلي ولا الزمالك اللي مستواه في الاخفاق تحت، واعمل لي لايك كده واشتراك وتشارك لي برايك في التعليقات وتقول لي مين الاقوى ومين الافضل ومين الاسوأ بسرعه، واعمل لايك وشير الفيديو ده واعمل لي متابعه يا جدع. يلا سلام.